عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. جيتكم اليوم بتحلية رمضانية بامتياز تونسية زمنية ومن قاع الخابية واللي هي الزريقة، باش نحضروها بمعاصم الفاكهة والكريمة العربي. وتخيلوا لي المزيج هذا قداش ينجم يكون يشهي ويقتل بالبنة. أول حاجة باش نحضروهم هما معاصم الفاكهة. خديت 200 جرام لوز مرحي، تنجموا تاخدوا بفريوة بيستاش اللي تحبوا عليها انتوما، وباش نحط عليهم 3 مغارف متاع سكر محور. بالطبيعة الفاكهة اللي باش تستعملوها قبل ما ترحيوها لازمها تكون محمرة بالباهي. خلطت اللوز والسكر هذوكم وتوا باش نلموهم بالعطرشية. تنجموا زيادة تعوضوا العطرشية بماء الورد، الحاجة اللي تحبوها أكثر أهاكا تنجموا تستعملوها. نصبوا بشوية بشوية العطرشية ونخلطوا. أنا ما استحقيتش إني نزيد الكمية اللي حطيتها من الأول، كفاتني جوست هاكا نخلطوا بالباهي باش ما نحطوش أكثر من الكمية اللي نستحقوها. وهذايا توا الفاكهة والسكر متاعنا اتلموا، لازم يكونوا بالقوام هذا متماسكين باش من بعد يسهل علينا أن نشكلوها. وتوا ناخذوا بالطريف من العجينة هذيك اللي اتحصلنا عليها متاع الفاكهة ونحاولوا نشكلوها بودان كيف ما هكا. وباش تحصلت على دي بودان بالشكل هذا. الكعابر اللي خديتهم متاع العجينة يوزنوا 40 جرام حسب الكبر متاع كعبة الملصوقة اللي تتباع حاضرة هذيك متاع السمسة. أما أنا نقصت فيها شوية في العرض خاطر نحب نحضر كعبة صغيرين من بعد، دونك حاولت نقص من الأوراق هذوما باش هاكا ما يكونش عندي ديشي. وتوا باش نحطهم في وسط ساشي اليمونتيغ، نحطهم على جنب باش ما يشيحوش معايا. ونبداو نخدموهم بالكعبة بالكعبة. نجيبو توا أول ورقة باش نخدمو بها وندهنوها بالزبدة اللي تكون ذايبة. بطبيعة ندهنوها الكلها باش هكاكا من بعد تجينا الورقة متاع الملصوقة تتقرمش وبنينة برشا. وتوا نجيبو لي بودان اللي حضرناهم ونحطوهم في الأطرف متاع كعبة الملصوقة هذيك. ولازم البودات تكون أصغر شوية في العرض من كعبة الملصوقة، يعني يكون فما الفراغات هذوما منا ومنا باش من بعد كيف ندخلوها للفور ما يخرج منها الحشو هذاك. ونبداو نروليو فيها كيف ما قاعدين تراو هكا ونكبسو في نفس الوقت باش من بعد ما تجيش مفاضية برشا وزيدا ما تتحلش معانا. ولو إلنا باش نعملو لها حاجة تخليها ما تتحلش بالكل. هوني حبيت نقرب لكم باش نوريكم اللي لازم يكون فما شوية اسباس هكاكا. راهو من بعد العجينة هذيك كيف تسخن تسيل شوية وتنجم تخرج من الجنبات. وجبت توا شوية فرينة حليتها في الماء وباش نسكر بها الأطرف متاع المعاصم متاعنا باش هكاكا نضمنوا اللي هما ما يتحلوش. وكيف نحطوهم في طبق الفور كيف نحطوهم من بلاصة القفلة هذيك هكاكا نضمنوا اللي هما مستحيل يتحلوا معانا. جبت توا بونديت صغار، راهو الشكل هوني في المعاصم ما يهمش والكبر ما يهمش. اما انا جست حبيت نعمل كعبات دي سيجار هكا صغيرين نزين بيهم كيف ادهنتهم بالزبدة اللي تكون ذايبة. وجبت توا كعبورة صغيرة كيف حليتها بودان صغيرة وباش نحطها ونرولي بنفس الطريقة. اما مانيش باش ناخذ الورقة على كبرها، جست باش ناخذ اشتر متاعها ونقصها كيف ما قاعدين اتراو هكا. ونفس الشيء باش نسكرها بالفرينة اللي حليتها بشوية ماء هكاكا نضمن اللي هي ما تتحلش معايا بالكل. رصفتهم في طبق الفور بشكل اللي تراو فيه. دهنتهم زادة من برا بشوية زبدة ذايبة تعطيهم بنة وتقرميشة من بعد ولون مزيان زادة. وندخلوهم للفور يكون مسخن من قبل على 180 درجة لمدة 10 دقائق. وهذوما الكعبات الصغار حضروا. جبت شوية شحور يكون خفيف حضرته معاكم في الرسالة اللي فاتت امتاع المحكوكة، وقتها ما استعملتوش على خاطرني باش نستعمله في الوصفة هذه. نجمو زادا كان ما تحبوش تستعملوا الشحور في بلاصة ما تدهنوهم بالزبدة تدهنوهم بابيض متاع ضم ترشوا عليهم الفاكهة ومن بعد تدخلوهم للفور. وكيف ما تراو غطستهم في الشحور ومن بعد في الفاكهة وهكا اللي سيقاغ متاعنا يكونوا حضروا. وهذوكم اللي باش نزينوا بهم الروسيت متاعنا. وهذوما لي سيغار الكبار ولا المعاصم الكبار حضروا. حبيت نوريكم كيفاش ما تخرجش معانا الفاكهه. وكان وقت اللي حسيتوهم خرجتوهم من الفور حسيتوا فما فاكهه هكا خارجه، تنجموا تدزوها شويه بصبعكم تو تشد بلاصتها. خليتهم حتى يبردوا كومبليتمون وتو باش نفتفتهم بالشكل اللي تراو فيه هكا. وراهو إلسوفي حضرتوا المعاصم الروسيت عبارة كملت، يعني تنجموا تحضروا منهم كونتيتي وتستحفظوا بها وقت اللي تستحقوه ما تجبدوهم. تنجموا زيتا تحضروهم الصباح قبل ما تبداو تحضروا العشاء متاعكم وتخليوهم وفي السهرية تجبدوهم.
جبت توا الكيسين اللي باش نحط فيهم الزريقة وحطيت الطبقة الأولانية بالمعاصم هذوكم اللي فتفتناهم، وأنا توا راني باش نحضر جوست لثلاثة أشخاص، أما الكونتيتي متاع المعاصم اللي حضرناها راهي تنجم تحضر لنا لستة أشخاص ولا أكثر حسب حجم الكوبايات ولا ليفيرين اللي باش تقدموا فيهم. وتوا باش نحضرو الكريمة جبت نص لتر متاع حليب باش نهز نحطها على النار حتى يلين يسخن الحليب هذاكا، وجبت توا زوز أصفر متاع عظم باش نحط عليه 3 مغارف سكر، نخلط بالباهي السكر والعظم هذوكم، من بعد باش نضيف عليهم 3 مغارف متاع انشاي، ونجيبو الحليب هذاكا اللي سخناه ديجا ناخذ منه شوية نصبهم مع النشا والعظم والسكر ونخلط بالباهي حتى لوين نتأكد اللي ما عادش فما كعابر متاع انشاي بالكل، هكاكا نضمن اللي الكريمة العربي متاعنا من بعد ما يجيش فيها كعابر. وتوا باش نهز الخليط هذاكا اللي عملناه ونصبه فوق الباقي متاع كمية الحليب، كالعادة نكمل نحرك كل شيء، ومن بعد باش نهز الكاسرونة متاعي نحطها على النار ونواصلوا نحركوا ما نقصوش على التحريك بالكل باش ما تكعبرلناش وما تلصقلناش في قاع الطنجرة. واول ما تبقبق الكريمة متاعنا باش نكهوها بالعطرشية هكاكا تعطي رابيل للجو متاع المعاصم متاعنا. وانتو ما كان استعملتوا ما ورد ولا ما زهر اهو كتولي وتحطوا منه هو في الكريمة، نكملوا نحركوا شوية باش النكهة متاع العطرشية تتوزع بالباهي، نطفيو عليها وباش نمشيو توا نصبوها في الكوبايات متاعنا، وهكا تكون الطبقة الثانية متاع الزريقة متاعنا بالكريمة العربي. والطبقة الثالثة باش نجيبو المعاصم زادا اللي فتفتناهم نعملوا منهم الطبقة الثالثة، هكا كانت تسمى وعملنا طبقة بطبقة. وطبعا ما بقالنا كان باش نزينوا الزريقة متاعنا وكل واحد كيفاش يحب يزينها، تنجموا تكتفيوا بها هكا ومش لازم تزينوها جملة. انا ما في بالكم حضرت لي الصغار هذوكم، دونك كل كيس باش نحط فيه واحدة، نحط زادا شوية بيستاش كونكاسي، وهكا الزريقة متاعنا تكون حاضرة. وما نحكي لكمش على النكهة اللي تكون فيها تقتل بالبنة، هكا التشخيخة متاع الفاكهة اللي في المعاصم ونكهة العطرشية اللي في الكريمة العربي، المزيج هذاك يعطي حاجة ياسر ياسر بنينة. حاجة أخرى حبيت أنقلها لكم، راني سبق وحضرتها بالجلجلان وجات زادة بنينة برشا، يعني مش لازم تستعملوا نوع غالي برشا متاع فاكهة. وهكا نكون وصلنا مع بعضنا لآخر الفيديو، ما بقى لي كان باش نقول لكم نتقابلوا في الرسالة الجاية إن شاء الله. باي باي بسلامة.